عارفين الحاجة اللي ما بتبقوش عارفين توقفوا أكل منها خالص؟ هو ورق العنب ده. طبعا ورق العنب بكل حالاته تحفة، بس الطريقة دي في حتة تانية خالص. تعالوا شوفوا معايا كده شكل ورق العنب وشكل الرز من جوه. مبدئيا كده حاولوا تختاروا ورق عنب يكون فاتح وطري، ويا ريت يكون اللي هو العود بتاعه اخضر، بلاش اللي فيه احمر دوت علشان بيكون ناشف شويه، مش ناعم قوي زي اللي هو ورق العنب البناتي اللي العود بتاعه بيكون كله اخضر. ببدأ ان انا اقص العود بالشكل ده وارص الورق فوق بعضه، واخده اغسله كويس جدا جدا واحطه في مصفى، وبعدين هبدأ ان انا اجهز له المية اللي هسلقه فيها. مية فيها ملح وسكر وعصير ليمون، وما تستغنوش عن معلقة السكر، بتخلي معاكوا ورق العنب حرفيا زبدة. نزلت بكل كمية الورق، سويته كويس علشان ما يشدش بعد كده، عشان انا قلت لكم ان الورق ده ناشف شوية، فسويته حلو. وعلى طول بطلع الورق على مية باردة. بنزل بقى بالاعواد والورق المتقطع بعد ما بكون غسلتهم واغليهم كويس جدا، واحتفظ بالمية مش برميها. وهنا جهزت عندي 4 بصلات ابيض مع احمر، وحطيت لهم ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون، وخلطة ال10 بهارات اللي كنا عملناها مع بعض قبل كده، وكمان نص معلقة صغيرة ملح ليمون. بتدي تيست حلو قوي، ومش بتكون فيه لزعه ولا حاجه، ما تخافوش. ضفت كمان اخر شويه زيت زيتون كانوا عندي، وكملت بزيت عادي. وضفت صلصه 4 معالق كبار من الصلصه الجاهزه، وكمان لتر من الطماطم جرشوها في الكبه، او ممكن نقطع كيلو طماطم على ايدينا قطع صغيره. ضفت كمان حوالي 4 معالق كبار من دبس الرمان، وكمان ضفت خضرة مشكلة شبت وبقدونس وكزبرة. أنا النهاردة كنت عاملة كيلو من ورق العنب، فاستخدمت له حوالي كيلو ونص من الرز المصري. ممكن يزيد شوية أو يقل شوية حسب حجم الصباع اللي انتوا بتعملوه، حسب حجم الورقة كمان. ضفت كمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم، 3 معالق كبار من تسبيكة المحشي العادية اللي هي اللي بتبقى بصل وطماطم. قلبت الخلطة كويس جدا، وهنا جهزت عندي حلة فيها العيدان بتاعة الخضرة وعيدان ورق العنب زي ما قلت لكم مش برميها. هوريكم دلوقتي 3 طرق للف ورق العنب، اختاروا اي طريقة فيها طبعا لو انتوا مبتدئين. قولي شغالة اهو. عنب أنا عايشي أكيا عايشي شاطر. نعم. نون انتي قلت لهم كنت بتعملي ورق العنب ازاي؟ أكيا شاطرة. أكيا تعمليه بايدك كده، أكيا تعصريه كده. ناتيس أكيا ما كنت بتعمليه اكيس أي بتوقعي أي كمان. أي اكيتي كل حاجة. نعمله على ايه؟ عنب نونو أو عنب كيا تيت على الكيس كده. وبعد ما لولي شرحت لكم ازاي لفينا ورق العنب، خلصنا الكمية كلها بالشكل ده، وجهزنا بقى التشريبة. زي ما قلت لكم انا مش برمي ميه ورق العنب، ببدا ان انا بشرب بيها ازاي؟ بضيف لها، بظبط لها الملح، وبضيف لها الليمون، وكمان دبس الرمان. أوي لا ما تقوليش تاني بقى. ماما. خلاص انا هقول. ما أوي حاضر. خلاص استني انتي. ضفنا التشريبه كلها، والميه او التشريبه بتوصل للصف اللي قبل الاخير. ببدا ان انا احط طبق على الورق العنب، واسيبه على نار عالية في الاول، وبعدين ببدأ ان انا اهديله النار على اهدى حاجة لحد ما يستوي. وبعد كده ببدأ ان انا اضيف له شوية من الزيت كده عشان يلمعوه. دبس رمان كمان انا عندي بيعشقوا دبس الرمان، وكمان الليمون. وبعيدا عن العبث اللي لولو عملته في الفيديو دوت، لو عايزين تحافظوا على ورق العنب لونه اخضر كده وحلو بعد ما يستوي، خلوه متغطي لحد ما يبرد، يعني سيبوه على اقل ساعة هتلاقوا لونه تحفة. ورق العنب بالطريقة دي كل ما بيبرد كل ما طعمه بيبان اكتر، وبتبان حلاوته اكتر. وبس كده، لايك وشير، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.